قلبي برج الحوت هسه وياكم من قناة الشيخة زينة الموالي. راح نقدم لكم برج الحوت. راح نشوف ايش بيه ما بيه، ايش ضام، ايش مخبي للايام والاشهر الوقت. والله يا برج الحوت انت يعني اشوف عندك ظلمات ظلمات ظلمات، لكن راح تخرج بعون الله من هاي الظلمات اللي انت بيها. لا حول ولا قوة الا بالله. فقدت انسان عزيز عليك، صارت عندك مشكلة ببيتك او بعملك، اكو شغلة صارت عندك حاوطتك وانت مرتاح. كل هذا دا اشوفه قدامي. ما كنت براحة، ما كنت بأمورك أو مودك الطبيعي. لكن هسه راح نقول لك منا 6 أيام 6 أسابيع قدامك الفرج، قدامك الانطلاقة، قدامك الأمور الحلوة إن شاء الله. حبايب قلبي لا تنسون تدعموني شير ولايك واشتراك بالقناة، والقناة الشيخة زينة الموالي على الفيسبوك على المازنجر. لأي استفسار، لفك السحر، لتصليح الحال، للجلب والقبول والمحبة إن شاء الله نتواصل. حبايب قلبي برج الحوت، راح أشوف لك بورقة تاروت شو يقول لك. برج الحوت عليك عين، شوف عليك عين مرصودة وعليك سحر وعليك ضيقة يا برج الحوت. أنت مو من الساعة بدها تتجاوز أمورك كلها، بدها تتخطى أمورك كلها. عندك قلب يحب، محبين، الحالة العاطفية أو الأمور العاطفية راح تكون بيها أنت سعيد. إذا متزوجين، إذا للمتزوجين، للمخطوبين، للحبايب، راح تكون عندكم تقدمات وازدهارات وإن شاء الله خير. والمفترقين راح يكونون على صلح، المنفصلين راح يكونون على صلح. انت حاربت يعني عجزت كلش من الأيام ومن الأشهر ومن السنين اللي مضت عندك. برج الحوت تعب، هو مائي لكن الأمور تقفل. لكن شوف من بعد الضيم والضلايم عندك الفرح، عندك الرزق، عندك هاك، عندك رقصة، عندك انطلاقة، عندك أمور كلش حلوة راح تكون من صالحك يا برج الحوت. أنت من النوع شامخ بمكانك، قوي، كبريائي، تطلعاتك راح تكون على خير وبركة. أنت من النوع المتحمس التقدم. هو راح أسحب لك كارت، وهذا كارت إن شاء الله راح يكون. والله هذا ما عاجبني، يعني ما عاجبني هذا الكارت. راح أخذ لك كارت طاقة حلوة، يعني إن شاء الله إحنا نتمنى طاقات والوقت. أخذ لك كارت. شوف أنت يعني عدوك راح يكون تحت رجليك. وأنت الحوت راح تاخذ حقها إذا كانت أمور ماديا أو معنويا. راح ترجع طبيعتها، راح ترجع هي إن شاء الله. راح تكسب ثقة الناس، راح تكسب ثقتها هي نفسها، لأن كانت محطمة، كانت هي صبورة، لكن الأمور والاستعجال والوقت كسروها هواي كسروها. لكن هسه راح تكون يعني بتعالي، راح تاخذ حقها 1,000,000% إن شاء الله. تحيات حبايب قلبي، ومن تاروت الشيخة زينة الموالي لقراءة السبحة، الطاسة بالقرآن، لقراءة الفنجان. وهذا بعد رمضان إن شاء الله راح نباشر على الفنجان، لأن برمضان ما أشوف الفنجان، لكن بعد رمضان إن شاء الله. للطاقة للتاروت، واللي إن شاء الله يعني تكون خير وبركة على الجميع. تحيات حبي قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.